بنت عندها 25 سنة اسمها جوانا حجزت تذكرة قطر من مانشستر للندن، بس وهي مستنية في المحطة القطر اتأخر عليها 4 ساعات. موضوع سخيف، بس في خلال الوقت ده جالها فكرة نوفل أو رواية تكتبها. ولد صغير باباه ومامته ماتوا في حادثة، اضطر ان هو يسافر ويعيش مع قرايبه ويخش مدرسة بوردنج سكول. هناك بقى شاف حاجات وعدى بمغامرات ما كانش متخيل ان الحاجات دي موجودة اصلا. في السنتين اللي عدوا على جوانا بعد اليوم اللي كانت فيه في المحطة، كتبت من الرواية دي كلها 3 فصول بس. انشغلت في حياتها، اتجوزت وسافرت، خلفت بنت صغيرة واشتغلت مدرسة عشان تساعد في مصاريف البيت. بس الحياة ما مشيتش زي ما هي كانت عايزة. للأسف جوازها فشل واتطلقت. رجعت بلدها هي وبنتها، بس دلوقتي هي ولا معاها فلوس ولا عندها شغل. الحاجة الوحيدة اللي عرفت تعملها ان هي تكمل النوفل بتاعتها. جوانا بعد كده قالت ان اللخبطة والمشاكل اللي حصلت في حياتها وانها ما كانش معاها فلوس ده كان من احسن الحاجات اللي تعرضت ليها. لولا كده ما كانتش هتكمل الكتاب اللي هو في وقت تسجيل الحلقة دي متباع منه حوالي 120 مليون نسخة. انت اكيد سمعت عن الكتاب ده قبل كده، هاري بوتر. انا عارف ان قصة جوانا رولينج او جي كي رولينج مش حاجة عادية اصلا ان احنا نسمعها. دي كتبت واحد من اكتر الكتب مبيعا في التاريخ، بس في الحقيقة الحاجات اللي هي عدت بيها كلنا بنعدي بيها في وقت من الاوقات. مشاكل وحاجات بتحصل غصب عنك تجبرك انك تاخد قرارات تغير بيها حياتك كلها. ايمن حقي حصل له حاجة زي كده. بالنسبة له الرياضة كانت وما زالت يعني جزء اساسي من حياته، وهو صغير تقريبا لعب كل الرياضات اللي موجودة في النادي. وبعد ما اتخرج من الجامعة في 2008 ودرس هناك ايكونومكس واشتغل في بريتش بتروليوم، فضل محافظ ان هو يلعب رياضة بشكل ثابت لحد ما في يوم وهو بيلعب كورة جاله قطع في الرباط الصليبي. فالاصابه دي وصلتني ان انا مش عارف العب كوره، بس دافنت لازم العب رياضه في حياتي. ولما رحت قابلت الدكتور قال لي انت ممكن بالاصابه بتاعتك دي تلعب سباحه وعجل وجري، مش هتعرف تلعب اي حاجه فيها كونتاكت او لف ودوران وكده، لازم تعمل حاجات تبقى لينير كلها. فقال لي سباحه وعجل وجري، يا ده يا ده يا ده. فانا قلت لا، هعمل الثلاثه. واكتشفت ان في لعبه بتجمع الثلاثه دي، وانا ما كنتش عارف يعني، ما كنتش اسمع عن تراثلون قوي. يمكن اخري شفتها في التلفزيون مره وحاجه، مش ملهاش وجود في مصر خالص، وفي الريجن كانت لسه ضعيفه قوي. ولما انا سافرت بره بالصدفه في نفس الوقت اللي جات لي فيه الاصابه ده، ولقيت لعبه التراثلون دي بره مصر قويه ازاي وخطيره، وابتديت العبها. كانت سهله بالنسبه لي عشان انا كنت اوريدي سباح، والعجل والجري اي حد بيعمله يعني. فدخلت في اللعبه بسهوله وعجبتني جدا جدا الاتموسفير بتاعه الايفنتس والسباقات وكده. حسيت ان انا عايز اعمل الموضوع ده في مصر. ولما ابتديته في مصر برضو كنت مبتديه برضو فور فن از هوبي، بس بعدين تحول لسيريس بزنس بقى. طب البداية بتاعت التراياثلون في مصر، اعتقد انت اول حد يعني ابتديت حاجة زي كده، حركة زي كده، صح؟ الرياضة دي ما كانتش موجودة. ما كانش ليها وجود قوي. كان في يعني كان في شويه بروفيشنالز بيلعبوها، وكان في كام واحد اتنين تلاته كده بيلعبوا مصريين يعني، بس تقريبا ما كانش ليها وجود خالص. انا ابتديت العبها وابتديت اصلا اكلم الكام شخص اللي بيلعبوا اللعبه دي مع نفسهم. وكان في بتاع يمكن 3 4 مصريين عايشين بره مصر، واحد في لندن واحد في استراليا واحد مش عارفين. فقعدت كده احاول اجمع الناس دي كلها، وابتديت اول يعني مجموعه التراثليتس الموجودين وكبرتها بقى يعني. جمعت بقى الناس ونشرت على الفيسبوك ان احنا we're starting a triathlon group في نادي الجزيره، وكان في انترست قوي جدا. وابتدينا يعني، دي كانت نقطه البدايه بجد لما انا ابتديت اجمع ناس ان التراثلون بقى ليه بجد يعني قوه في مصر يعني. ترين فور ايم بالظبط. دي كانت اول حاجة، اول محطة ليك بالظبط، في الجيرني دي. هي دي المجموعه الاولانيه اللي أنا بكلمك عنها في نادي الجزيره. كان الاسم الجروب ترين فور ايم. ما كانش الهدف ان احنا وقتها organize events which is what we eventually are doing now يعني. في البدايه كان زي الاسم يعني بيقول ترين فور ايم، ان احنا بنتجمع وبنتمرن عشان نشارك في سباقات. كنا قاعدين بنتمرن ونروح نشارك في سباقات في لندن، في المغرب، في دبي، في حتت مختلفه قوي. وبعدين eventually لما زهقت من فكره السفر وفلست برضو من السفر، كل شويه عايزين نتمرن ونسافر بره عشان نسافر، قلت لا، طب انا هعمل لكم سباق هنا بقى. ودي كانت بدايه الترانزيشن بعد كده تو ايفنت مانجمنت and the birth of the Tri Factory eventually يعني. فعملنا اول سباق في الجونه في 2014. ما it wasn't meant to be a business كمان برضو يعني، كنت بنظمه للناس بس، اللي هو تعالوا نعمل سباق احنا مع بعض هنا as opposed to ان احنا كل شويه بنسافر يوروب ومين وبتاع عشان نوفر سنة. تعالوا نعمل حاجة في الجونة. بس ده تحول لايفنت كبير بجد وتغطية عالمية
وparticipation كبير من الناس اكتر ما انا كنت متخيل. ففجأة الموضوع ده I realized ان there's business potential at this point in time يعني. ده كان لسه تحت اسم ترين فور ايم ولا كنت ساعتها حولت تراي فاكتوري؟ يس كان اسم train for aim كانت المرحلة اللي انا كنت لسه بشتغل فيها في BP و it was a side business. Eventually بقى when I resigned and established بقى a full-time business assisted the Try Factory. وساعتها كنت سبت خلاص شغلك الصبح في الكوربريت، اه ما قلقتش من الفاينانشال ريسك؟ طبعا كنت قلقان، مستحيل انا ابقى مش قلقان خالص، بس كنت اوريدي عندي experience سنتين doing this on a part time basis او سنة ونص يمكن. فكان عندي شوية confidence in لا I can make it happen يعني. وكنت مدي لنفسي برضو يعني مدة ان انا اجرب لو فشلت فيها ارجع تاني corporate life، فاهم؟ بس يعني كان عندي confidence شوية لان I've already tested الماركت و tested the concept قبلها بسنتين كده يعني. والباك جراوند بتاعتك بقى في الكوربريت شغلك؟ انا كنت commercial analyst في BP، فانا I was in charge of doing evaluations للشركة، feasibility studies, performance management على مشاريع existing، ف يعني providing financial recommendations to management عشان يعني either to proceed with the projects, improve ال financial health بتاع مشاريع معينة، حاجات زي كده يعني. I enjoyed my job a lot يعني، وفرقت معايا برضو experience اللي انا خدتها في BP ان انا اكمل manage my own business يعني. ازاي قدرت ان انت تختار شريكك؟ انت مش لوحدك في تراي فاكتوري صح؟ احنا 4 شركاء يعني. الشراكة دي جت من اصلا حبنا للتراثلون يعني كلعيبة. احنا we started triathlon as athletes as participants مع بعض، وبعدين together احنا we established the Tri Factory، وكل واحد فينا عنده expertise في حتة معينة يعني. انا finance background، محمود عبد الحكيم is my co-founder، هو دكتور اصلا بس درس وقرا جامد قوي في التراثلون في البداية، فكان بنى اكسبيرينس وتكنيكال نوليدج قويه قوي في اللعبه اكتر مننا كلنا. وده برضو الباك جراوند بتاعته كدكتور كان مساعده قوي، لان هي اتس فيري تكنيكال و there's a lot of science involved in managing تمرين التراثليتس، بياكل ايه وبيشرب ايه بالظبط وبيتمرن ازاي وبيريكفر ازاي. الموضوع اتس فيري تكنيكال. فمحمود والنولج بتاعه كدكتور في الحته دي كانت مساعدانا جدا. سيف فوزي اللو ليجل باك جراوند يعني، هو اصلا محامي، فبرضه النولج بتاعته في الحته دي كانت مفيده جدا. وبالتالي از ان انجينير، وهو دوره معانا في in building التكنولوجي side of the business was very important يعني. فاحنا we created a very strong team، وفي understanding ما بيننا قوي جدا الحمد لله. احنا يمكن دلوقتي 7 سنين working together، فدايما احنا we see eye to eye وبنختلف بس بنوصل دايما احسن conclusion، وفي تفاهم بيننا قوي قوي يعني. ده غير التيم بتاعك والشركاء بتوعك في ترين فور ايم دول؟ Yes this was a separate entity. احنا train for aim برضو كنا اصحاب وكنا يعني، بس كان عندنا different visions شويه عايزين احنا الاربعه عايزين نعمله. احنا في وقتها كنا we wanted to do too many things شويه. انا كنت عايز اركز في triathlon، مع other partners كانوا متحمسين اكتر to grow the fitness part of the company. واحنا ابتدينا نعمل classes، كنا يمكن من اول الناس ابتدينا نعمل fitness classes زمان في نادي الجزيره. بس فيعني eventually حسينا ان احنا probably يعني الشركه دي تعتبر كأنها split into the Tri Factory، الشركة اللي ركزت في التراثلون والسبورتس ايفنتس وكده، والناحية التانية كان at the time او actually لسه لغاية دلوقتي on track which is يعني اخدت الجزء بتاع الفتنس في نادي الجزيرة مع عز خليل، وده this was the birth of الاثنين دول the Tri Factory on track من Train for Aim. طب عبد الحكيم بقى وسيف وبلتاج انت عرفتهم منين؟ دول نادي الجزيرة؟ كلهم نادي الجزيرة بالظبط، كنا بنتمرن مع بعض. محمود أصلا صاحبي من زمان قوي، وبالتاجي برضو صاحبي من زمان. سيف تعرفنا عليه وقتها في ترين فور ايم، وهم كلهم هم الثلاثة دول ابتدوا معايا actually as participants يعني. أنا ابتديت في الأول ترين فور ايم عايز أمرن الناس، أنا I reached out to friends، ونادي الجزيرة قلت إن أنا هعمل تمارين، وهم they joined as participants، فهم they're consumers بجد of what we offer يعني. طيب الاسم جبتوه ازاي؟ انت اعتقد انت صاحب الاسم صح؟ يعني بص، هو الاسم من الاول ترين فور ايم ده كانت فكرتي انا والكو فاوندرز اوف ترين فور ايم. احنا كنت طلعنا بالاسم ده كانت عشان يعبر عن اللي احنا بنحاول نقدمه بجد. تتمرن عشان تخش سباقات وعشان تبقى عندك اوبجكتيف. انا personally ده this is something I believe. انا ما بعرفش اتمرن وانا ما عنديش تارجت، ما بعرفش اكني فاهم قاعد بذاكر من غير امتحان. ما بيبقاش فيه البريشر بتاع ان انا عايز ادوس على نفسي، او ان انا لازم الحق اذاكر، او ان انا
فاهم اشتغل بجد يعني. فده جه اسم من هنا ترين فور ايم. وكنا عاملين جواه زي ما اقول لك زي تو برانشز اللي هو الفيتنس والتراثلون. والتراثلون كنا مسميينه يعني كنا دايما بنقعد كلمه تراي فاكتوري، مصنع بقى التراثلون وكده. فمن هنا بقى when we established the Tri Factory خدنا الاسم ده. اوكي. و2017 ده اول سبق انتوا عملتوه اللي في الجونة؟ اول سباق عملناه التراثلون في 2014 وكان 14 2014 مش 17؟ لا 2014 بس. فعملنا الايفنت ده ومن هنا we realized that there's a huge business potential. وبعدين عملنا بعديه ايفنت تاني 2014 برضو واحد تاني في سهل حشيش. جالنا اوفر بقى من سهل حشيش to grow this event و to get proper بقى backing منهم. فدي كانت opportunity بجد جات لنا بقى قوية. 2015 بقى انا I resigned من BP و I established Tri Factory وركزت بقى full time في البيزنس ده. اسست تيم، اسست شركة بجد يعني خدت مكتب، يعني دخلت الموضوع بشكل بقى more serious عن وقت train for aim يعني. ودلوقتي بقى بتعملوا كام سبق في السنة؟ دلوقتي مثلا range 10 to 15 events a year. لما ابتدينا في الاول كنا بنعمل واحد او اتنين في السنه ونقعد نبلان اهيد 6 شهور مثلا. دلوقتي برضه بلان اهيد بس عندنا تيم كبر وقادرين نمانج several events a month actually يعني الحمد لله يعني. كده تقريبا على الاقل في كل شهر في بالظبط. this was exactly our target من سنتين ان احنا عايزين يبقى عندنا a single يعني one event per month. الحمد لله ان احنا actually كمان exceeded the target ده، ان في شهور بيبقى فيهم every single weekend زي سبتمبر actually عندنا back to back events في كل weekend يعني. وده عشان يعني اللي ساعدكم ان انتوا تعملوا كده عشان حجم التيم كبر، ده اللي فرق؟ يعني احنا كبرنا التيم عشان نعمل ده فاهم يعني. كانت العكس يعني، احنا كنا عايزين نعمل ده يعني accordingly we hired. وكل برضو الستاف بتاعنا 3/4 من previous participants of our races. بيحبوا اللعبة وبيحبوا اللي احنا بنعمله و they reached out طب عايزين join معاكم التيم وهكذا. فاحنا we did not hire يعني زي experts في الفيلدز بتاعهم، مش يعني we hired passionate participants اللي هم عايزين يساعدوا Tri Factory بجد. منهم اللي اول they joined as volunteers مثلا، التيم يساعد في event واحد او حاجة عجبته الفكرة فكمل معانا بقى long term يعني. دي فكرة ذكية جدا. انتوا استخدمتوا او انتوا يعني استفدتوا من الناس اللي هم اصلا هم الادفوكيتس او هم يعني الناس اللويال ليكوا. بالظبط يعني again we hired يعني consumers that really believe in the service يعني، مش experts في مجالاتهم as opposed to ناس consumers وخدوا experience في اللي احنا عايزين نعمله يعني. طب ال 10 15 ايفنت اللي هم بيحصلوا على مدار السنة كلهم بيكونوا نفس السيت اب نفس الايفنت ولا بيكون فيه اختلافات؟ لا بنظم يعني mainly 3 types of different events. الماراثونز دي اللي هي الرونينج ريسز العادية طبعا، وتراثلونز اللي هي سباحة عجل وجري او مالتي سبورت. احنا دلوقتي طورنا كونسبت كمان وسميناه endurance festival عشان ندخل يعني different types of events into a single event. و OCRs اللي هي obstacle races specifically احنا بننظم Tough Mudder اللي هو it's an international brand and we have the franchise here in Egypt بقالنا 4 سنين since 3 سنين since 2019. فده احب اعزمك عليه بعد way تيجي تسابق فيه عشان عارف انت تحب كروسفيت قوي. this is an event that you would enjoy I think. فدور ال 3 main events. وبرضه بنعمل off road running او trail races دي برضو one of the things that we organize بس طبعا falls under برضو marathons يعني نوعا ما. طب دلوقتي حد جاي وعايز يبدأ معاك يعني عايز يجهز ان هو يبارتيسيبيت او يشارك في واحد من التراياثلون اللي انتوا هتعملوها، ايه اللي بيحصل؟ ايه الخطوات الشخص ده محتاج ان هو ياخدها عشان يبقى مستعد لحاجه زي كده؟ بص دلوقتي بقى في جروبس كتير قوي في مصر بتقدم تمارين تراياثلون، بتعلم الناس from scratch. احنا كنا بنعمل الموضوع ده زمان، بعدين يعني خدنا ديسيجن ان احنا نركز على الايفنتس بس. كنا بنعمل تمارين، كان عندنا تراياثلون اكاديمي في حتت مختلفه في القاهره. وبعدين ايفنتشلي قررنا ان احنا محتاجين نركز على الايفنتس بس، وان الناس بقى في different teams بيعلموا الناس تلعب تراياثلون زي تراي ماشين which was actually يعني originally a part of the Tri Factory. ودلوقتي it's an independent يعني كيان لوحده، بيتمرنوا في بالم هيلز وبيتمرنوا في حتت مختلفة. فبقى في different teams في كل حتة في مصر بيعلموا الناس تلعب التراثلون from scratch. معادي أتليت مثلا في المعادي دول من أول جروبس خالص. في تناستي برضو في جروبس كتير قوي يعني. فأي حد عايز يعني يبتدي يلعب تراثلون I'm sure إن هو هيلاقي one of those teams قريب منه east west او central ويجوين وهيتعلم in no time. اللذيذ في لعبة التراثلون ان انت بتعمل progress سريع،
بكوميتمنت كويسه. اتس نوت ا تكنيكال سبورت قوي يعني، ما فيهاش سكيل فظيع مثلا زي تنس او سكواش او حاجه. it just needs commitment في التمرين day in every single day يعني، فاهم قصدي؟ سباحه، عجل، جري، والتمرين بتاعه exciting لان كل يوم بتعمل حاجه مختلفه. it's not the same thing every day. يوم بتروح تلعب، تروح تنزل البسين، يوم تاني بتطلع على الطريق تركب عجل، وبعد كده بتجري، ايام تخش الجيم. فتمرينها متنوع ولذيذ يعني. طب الشخص تقريبا بيحتاج وقت قد ايه؟ هل في فيتنس تيست مثلا بيعمله في الاول؟ عندك فكره على الموضوع ده؟ it depends طبعا على هو فعلا الليفل بتاعه ايه وعايز يخش سباق ايه. بس انا I would say ان احنا on average 3 months would get you to your first race. يعني لو في كوميت و3 شهور regardless من مستواك ايه تعرف تخش في سباق في مسافات مختلفة by the way. فدايما بشجع الناس ابتدي بسباق. نفس سبق واحد في كذا حاجه؟ في مسافات مختلفة من تراثون، سباحة وعجل وجري. في مسافات يعني تاخدك سباق ياخدك نص ساعة، وفي مسافات تاخدك 15 ساعة اللي هو الايرون مان يعني. فده definitely انا I think regardless of مستوى اي حد 3 months plus or minus هتاخدك لاول سباق عادي يعني. بما ان انت جبت بقى سيره ايرون مان، ايه بقى الفرق ما بين ايرون مان ايرون مان ده اتس ا براند صح؟ ايرون مان اتس براند. اتس برضو هو سباق تراثلون يعني، بس هو ده اطول سباق تراثلون. مسافاته يعني كبيرة قوي، مسافاته كبيرة، وده يعني ده اللي هو الليفل النهائي بقى في التراثلون يعني. انت عملت واحد قبل انا كده؟ عملته في 2016. I was proud ان احنا كنا one of the first Egyptian groups تطلع تلعب ايرون مان في برشلونة 2016. فده كان حلم طبعا بالنسبة لي من اول ما ابتديت تراثلون. ده كان انجاز يعني، كانت لحظة كنت متحمس لها قوي يعني. ايه الاحساس طيب وانت؟ بص هو مسافاته فظيعة يعني، مسافاته 4 كيلو سباحة، بعدين 180 كيلو عجل، وبعدين 42 كيلو جري. فانت متخيل المسافات اللي انا بقولها دي؟ فالاحساس لما بتخلص يعني بتبقى اللي هو اصلا ميت. بس انجاز. انا بالنسبه لي برضو يعني كنت بلعبه بالاصابه يعني، برضو اصابه ركبتي دي مكمله معايا يعني، مش عالجتها بس برضو لسه ركبتي مش 100%. فدايما يعني كنت في التمارين دي حاسس بيها معطلاني يعني. بس ايفنشلي برضو انا صممت وعملت السباق، خدني وقت كتير قوي يعني عشان اخلصه، بس يعني حققت الحلم يعني. فكان ده بالنسبه لي يعني فاهم لحظه سكسس كبيره قوي يعني، انجاز يعني. I was very proud يعني. الحلقه اللي فاتت، لا مش الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي قبليها كانت معايا اسماء الزهيري. تعرف اسماء؟ اعرف اسماء كويس. فكنا بنتكلم على حته ازاي الرياضات اللي هي الرياضات التحمل الانديورنس سبورتس بيكون عنصر المنتال توفنس بتاعتها، وان انت تقدر يعني تتعامل مع اللي بيحصل جوه دماغك وانت جوه السبق او انت جوه التمرين، بتكون حاجه مهمه جدا يعني. انا متخيل ان السبق زي التراياثلون اللي انتوا بتعملوه ده، انا متخيل ان في ناس ممكن بتقعد يعني multiple hours، عدد من الساعات جوه السبق. فايه اكتر حاجه تشالنجينج او تبقى صعبه بالنسبه لاي حد بيلعب الرياضه دي؟ definitely المنتل اسبكت ده عامل مهم جدا. ان انت you need يعني really ان انت تبقى mentally tough، لان انت بتقعد مع نفسك كتير قوي، بتقعد بالساعات يعني. انا ايرون مان ده الريس took me about 14 hours. ف it's a lot of يعني thinking، فاهم؟ لازم تتغلب على negative thoughts طول الوقت. دايما عندك طبيعي عندك thoughts اللي هو عايز توقف خلاص. فانت دايما محتاج ان انت تتغلب على الحتة دي. دايما في الماراثون في حاجة معروفة بالوال. everyone hits the wall. وان انت this is a challenge that's known. انت يعني usually people hit it في جزء ال 75% كده من السباق. دايما you hit a wall و it's well known ازاي اعدي الوال دي بتاعت الماراثون. و this applies to all endurance sports يعني. الوول دي حقيقيه ولا حاجه منتال؟ لا حاجة منتل، حاجة منتل بس معروفة world wide يعني. في حتة الماراثون وول that you hit على رينج ال 30 كيلو كده، اللي هو خلاص انجزت كتير قوي، فاضل لك شويه برضو مش قليلين، بس خلاص mentally exhausted من ان انت انا مش قادر اكمل. فدايما it's a challenge ان انت تحاول تعدي الحته دي. ودي this is a wall that you hit في كل التمارين. يعني انت طبيعي بتصحى تتمرن بدري قوي كل يوم للتراثلون عشان تعرف تكمل يومك، وعشان بالليل صعب قوي ان انت تخش في تمارين الانديورنس. تمرين العجل بتحتاج preparations كتيره قوي، بتحتاج ان انت تصحى بدري وتطلع الطريق وبتتمرن 3 4 ساعات. it's a lot of commitment يعني. مش عايز اطفش الناس من اللعبه، بس it's so much fun once you يعني you get into it. بقولك it's exciting، كل يوم بتعمل حاجات مختلفة و you get into a group فبتشجعوا بعض. بس when it's يعني لما تخش في الامتحان نفسه أو سواء انت مع نفسك بقى، فاهم؟ فلازم تبقى you have to stay positive. if you're well prepared وجاهز للامتحان كويس أو للسباق كويس، دايما هتلاقي نفسك enjoying the experience يعني. انت ما ينفعش تسمع مزيكا وانت بتسابق صح؟ لا ما ينفعش تسمع مزيكا في التراثلونز يعني. يمكن حتة الجري بيعدوها
بس العجل بالذات it's very dangerous. انك بتسمع مزيكا لازم تبقى aware من كل حاجه حواليك. لازم تسمع سايكلست بيعدي منك الناحيه التانية، حد بيقول لك to your right to your left whatever، تسمع الحكام بيبقوا على موتوسيكلات جنبك فبيدوا لك penalties، بيقول لك حاجه، لازم تبقى سامع عجلتك نفسها. ف it's very difficult طبعا في المايه. it's not really an option يعني. في طبعا obviously سماعات وبتاع، بس يعني there's no point يعني. بس دي اعتقد كمان ده جانب لوحده بالظبط. بيصعب اللعبه اه يعني. بيزود بقى التفكير، ما انت فاهم، مش you're not distracted، انت بقى مركز بجد مع نفسك وسامع نفسك وسامع كل حاجة وaware بكل الوقت، مش بقى distracted بالمزيكا. ف definitely this makes it more difficult يعني. متوسط الوقت اللي الواحد بياخده عشان يعدي يخلص تراياثلون تقريبا قد ايه؟ هي زي ما بقولك في distances حسب distance اللي انت بتختارها. اقصر واحدة دي it's doable لأي حد بجد، اللي هو اسمه super sprint distance، ده 350 متر سباحة، 10 كيلو عجل و2 كيلو ونص جري. ف this is very doable لأي واحد average athlete beginner no experience whatever. فاحنا we've seen all kinds of success stories عندنا بنفسنا من الناس اللي هي عمرها ما لعبت رياضة ودخلت معانا وبقوا وصلوا ايرون مان in a year مثلا، فاهم. I've seen this بنفسي يعني. هسألك على حاجة. انت قلت ان فكرة ان انت كنت بتشتغل في BP والباك جراوند بتاعك في ال ك ككوميرشال اناليست، ان ده ساعدك وانت بتران البيزنس وانت بتشتغل على البيزنس نفسه في تراي فاكتوري. بس في نفس الوقت هل كان في عندك حد بيساعدك، منتورز، اصحابك، حد ترجع له لما انت تبقى عطلان برضو running a business on your own لوحدك؟ دي كان عندك مليون الف تحدي كنت بتقابله يعني. definitely لا definitely كنت بريتش اوت لناس كتير قوي في الاول private business owners يعني، من اللي اعرفهم، من اصحابي، من اصحاب اخويا وحاجات زي كده، يعني يساعدوني ازاي how to run the business او ازاي اصلا امانج الموضوع، ويدوني شويه نو هاو على الليجاليتيز. دي كانت confusing شويه بالنسبه لي، اسس شركه ازاي واعمل ايه ومطلوب مني ايه والاوراق والضرايب وكده. this was a black box تماما بالنسبه لي. المجال اللي انا كنت هشتغل فيه ما كانش عندي قوي ريفرنس بقى اخد ادفايس، فدي كانت بالنسبه لي فيها ادفانتجز وديس ادفانتج. انا كنت داخل في مجال ما فيهوش قوي قانون مظبوط، ما فيهوش اكزامبلز قبليه that I can refer to اشوف الناس دي عملت البيزنس بتاعها ازاي. فاحنا كنا بنعمل حاجه كده ما اتعملتش قبل كده شويه، اللي هي السبورتس برايفت سبورتس ايفنتس. كان المجال ده في مصر ضعيف قوي، يمكن في اخرك تلاقي دورات رمضانيه مثلا كوره، لكن ما كنتش تلاقي قبل كده خالص قبل ما احنا نبتدي برايفت ريسز قوي، حاجه تبقى كومن يعني، فاهم. كلها تبقى معظمها تحت الاتحادات او تحت الوزارات، تحت وزاره الرياضه، بس ما كانش في حاجات برايفت خالص. طبعا انا بقول لك ريتش اوت فور شور في البدايه، بس كانت يعني كنت باخد ادفايس اكتر شويه on the legal side on the business side، بس مش على السبورتس فيلد يعني. دي كانت حاجه that I had to figure out on my own شويه يعني. طب ومانجينج الناس نفسهم ازاي؟ السكيل دي نفسها قدرت ان انت تطورها ازاي؟ honestly skill دي يعني ما درستهاش او حاجه يعني، بس جت كده by experience يعني. I would say this was an experience that was acquired by practice. This was يعني trial and error more or less يعني. فاهم قصدك. طب حاسس ان كان في حاجة، يعني انت لما انت بتبص للفترة اللي فاتت كلها، انت كده 2014 انت كده 8 سنين صح كده since first race بتاعك، وده كان يعتبر البداية بتاعت الشركة صح؟ ده كان بداية الايفنتس عامة بالنسبة لي. it was under train for aim at the time، لسه as a part time يعني business. بس بداية الشركة كانت في تراي فاكتي، كانت بدايتها في 2015. لما سبت BP. سبت BP بقى established دي on my own يعني. لو انت بصيت على يعني كده 7 سنين كده، لو انت بصيت على الفترة دي كلها، في حاجة حاسس ان انت كنت المفروض تعملها بشكل احسن، ولا كل الحاجات الغلطات ما بين قوسين يعني غلطات كانت حاجة لازم هتحصل عشان تتحرك يعني في البيزنس؟ honestly الحمد لله overall I have no regrets في الفترة دي اللي اشتغلناها، ويعني ما فيش غلطات خالص. يمكن كلها بقول لك يعني I would say learning experiences. ما فيش حاجة that اقدر I can point في المدة دي اقول دي غلطة that I should have avoided completely او حاجة يعني. ف I think يعني الحمد لله لا احنا يعني we've overcome a lot of اصلا يعني problems and issues over the years اللي وصلتنا الحمد لله over 7 years دلوقتي ان احنا نبقى في البوزيشن اللي احنا فيه ده دلوقتي الحمد لله as market leaders في مجالنا يعني. طب ايه كان تأثير 2020 عليكم الكورونا؟ ده كان تيست كبير قوي قوي بالنسبة لنا، لان ده كان it was السنة دي كانت deal breaker specifically للايفنتس مانجمنت اندستري يعني. كل الشركات في مصر وبره مصر اللي هي pure events دي كانت عندها يعني فاهم
حنفيه قفلت تماما يعني. في يمكن other industries كان عندهم options تانية to navigate الموضوع ده. احنا كان عندنا الموضوع it's all about mass participation events. يعني الماراثون دي عايزين نجمع الناس كلها في حته واحده يجروا، فكان فجاه في يوم وليله مش هينفع نعمل events، مش عارفين نعمل ايه. بس it was a huge test والحمد لله احنا we figured it out ان احنا عملنا online marathons which was a concept اتعمل في مصر وبره مصر، وكنا previously كنا بنعمله في رمضان قبل كده الفيرتشوال ماراثونز دي، واثبتت نجاحها جامد جدا في الكورونا وساعدتنا قوي ان احنا تو سرفايف. فالكونسيبت ده عباره عن الناس كلها واحد بيجري في مكانه بس يوزنج ان اب، فاكنك بتسابق بس كونكتد مع ناس كلها ريموتلي على الابلكيشن، وكل واحد بيعمل سباقه وبيوصل له ميداليته للبيت، والناس كلها حبت الكونسيبت ده قوي في مصر، وايفنشلي كسبنا منه كلاينتس كتير قوي. ذات يعني رجولنا بقى على الارض بعد ما الريستريكشنز اتشالت بتاعه الكورونا يعني. فاكشلي استفدنا من الناحيه دي ان احنا ويب اكوايرد a lot of new clients. فهمني بس الحته دي، يعني ايه حد بيجري في مكانه كواقف يعني، ولا لا بيجري قصدي في اي حته، مش مع ناس يعني، بيجري في كومباوند، بيجري في الشارع، بيجري في اي مكان يعني هو لوحده وبيتعامل مع لوحده من غير الابلكيشن؟ بس مع الابلكيشن. بيبتدي زي النايكي اب لو عارفها او غيرها، انت يو ستارت ويو كونكتد معانا احنا از اورجنايزرز، بس احنا شايفين الناس كلها بتجري. كان بيشارك معانا thousands of people جوه وبره مصر كمان، وبنقول لك التارجت بتاعك ان انت مثلا you have to run 100 كيلومتر في الشهر ده، فانت بتنزل كل يوم وبتجري وبتعمل وبتسجل، واحنا مش شايفين البروجرس بتاعك ريموتلي على through a software يعني that we're using. ولما توصل التارجت بتاعك ده وبيبقى فيه ترتيب برضو وكل الكلام ده، وبيجي لك ميداليه بقى على البيت وبتتكرم وكده. و it was very very popular. الكونسبت was very well received by كل الناس، وجالنا منه ميديا اكسبوجر قوي قوي، واحنا كنا متسليين بقى فاهم، واحنا قاعدين في البيت مش لاقيين حاجه نعملها وكده، فكان لذيذ، وكنا بننزل نجري برضو فاهم، فكانت حلوه قوي الصراحه. بس ده لسه موجود كجزء من الايفنت كالندر بتاعكم؟ كنا ناويين، كنا فاكرين ات تايم ان احنا نقدر نكمله، بس لا لما اللايف ايفنتس رجعت تاني حاولنا نكمله لفتره، بس لقينا ما كانش فيه ديماند عليه خالص طبعا، لان الناس خلاص كانت حابه تنزل بقى تشوف لايف ايفنتس يعني. فدلوقتي رجعتوا للسيت اب بتاعكم لما قبل الكورونا، يعني انتوا، يعني انت لما تبص على 2020 هي بالنسبه لك ستيل كانت سنه ناجحه؟ يعني in terms of business كانت ناجحه that we've survived المشكله دي، وكانت ناجحه in terms of ان احنا we acquired new participants and new clients فاهم قصدي، بس ما كانتش طبعا ناجحه on a financial level قوي يعني. بس مقارنه طبعا بالايفنت اكيد الكالندر العاديه. طبعا لا it was اكيد we took a huge hit، بس الحمد لله وحافظنا على التيم كله وعدينا الايفنت ده. ان احنا بعد كده لما رجعنا اللايف ايفنتس كان في a surge in the demand على اللايف ايفنتس فاهم، فعوضنا برضو السنه اللي بعديها الدروب اللي حصل لنا في 2020 يعني. انت عشت فتره بره مصر؟ انا عشت سنه في بلد غريبه كده اسمها ترينيداد اند توباجو، اتس ان ايلاند. ترنداد وتوباجو دي اه عرفتها من كاس العالم دي، من ايوه فيفا بالظبط كان الناس كلها عارفاها من كاس العالم زمان، ومن دوايت يورك بتاع مانشستر يونايتد. بي كان عندها طبعا اوبريشنز هناك، ولما جم سالوني كده لو اطلع اسايمنت هناك، طبعا انا مسكت في الفرصه دي بايدي واسناني، تحمست جدا على فكره ان انا اروح اعيش في الايلاند دي. ما اعرفش عنها اي حاجه خالص، بيتكلموا انجليزي ما كانوش اسباني، في ايلاندز كتير هناك يعني اسباني بس هم بيتكلموا انجليزي كده اللي هو الاكسنت الجامايكي دي المعروفه يعني. بس دي كانت من احلى السنين اللي عشتها، ده المكان اللي اتعرفت فيه التراثلون اكشلي. اول تراثلون لعبته كان هناك في توبيجو يعني. لما رحت هناك لقيت بي في ترينيداد عندهم تراثلون تيم، وجم قالوا لي مش عايز تخش التيم وانت شكلك رياضي وبتاع مش عارف ايه، عندنا سباق وكده. ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع، بس يعني رحت داخل. وسبيسيفيكلي لما هم جم يعني ات واز ساين كده، كنت انا مسافر ترينيداد دي ولسه جاي لي الاصابه بتاعه ركبتي، وكان وقتها بقول لك الدكتور قال لي ممكن تعوم وتركب عجل وتجري وبتاع، فلقيتهم بيقولوا لي تعالى معانا تراثلون، فقلت دي ما عارف مرسومه يعني. اصل انت فيك، بس دي حاجه ايجابيه يعني، فيك حته كده انجليزي ان انت ستريت فورورد كده. يعني حتى لما بسالك على حاجه، عشان برضو يعني انا الانترفيوز يعني اكيد في different types of people يعني، بالذات في الحاجات لما بنتكلم بقى في التوبكس اللي هي ملهاش ردود معينه يعني. ايوه انت فيك الحته دي. كويس والله. طيب تعالى نرجع، عايز ارجع بس معاك لدلوقتي للتجهيز للتراياثلون انت دلوقتي في تراي فاكتوري. البيزنس الاساسي بتاعكم هو اداره الايفنتس نفسها، هو الايفنتس اللي انتوا بتحضروا بتورجنايزوا الايفنتس، ودي حاجه فعلا زي ما انت قلت. اعتقد هي فعلا يعني، انا مش عارف ايه شركات تانية ممكن تكون موجوده في السوق، ديفينتلي فيه، بس اعتقد انتوا من الشركات القليله اللي موجوده في الماركت ده اللي في مصر. ايه اللي انت بتعمله بقى on a day to day basis انت
كسي او الشركه؟ بص انا specifically انا والبارتنر بتاعي سيف فوزي on a daily basis احنا we're always looking at يعني business development. سواء احنا بنحاول ندور على new events to add to our calendar، نطور في الايفنتس ازاي، ندخل more events، يعني discover new locations ننظم فيها our existing events. ده دايما بيبقى الشغلي الشاغل انا personally، ان انا فاهم مع تيم دلوقتي. كنت قبل كده زمان هاندز اون على كل تفصيله في الابكامينج ايفنتس، وقاعدين بنشتغل بايدينا وكل حاجه. الحمد لله when we got a chance to grow the team ونجيب experts في المجالات دي، بقى عندنا team that's in charge of operations قوي of events، فهم بيبقوا managing الديتيلز بتاعت الابكامينج ايفنتس على الارض كويس قوي. احنا انا ببقى مركز اكتر على الفيوتشر اكتر من الابكامينج ايفنتس، ايه اللي هنعمله بعد كده، ايه اللي هندخل ايفنتس جديده، ندخل بارتنرز، ازاي نطور our existing way of doing business، ندخل new tools new technology، نعمل حاجات زي كده. ولسه participate في ايفنتس؟ honestly بعد ما عملت الفول ايرون مان حسيت ان انا وصلت للبيك بتاع اللعبه، وكنت خلاص تعبت شويه من التمرين بتاعها، وابتديت اركز اكتر في السباحه مع كومفورت زون يعني الحته دي. فلسه بلعب بس يعني ديفنتلي بتبقى صعبه شويه العب السباقات اللي احنا بننظمها كمان، بس لما ما جت تشانس بخش على طول، بنبسط قوي يعني. بيقعدوا بقى يتريقوا عليا البارتنرز بتوعي وبقيه التيم عشان بيبقوا هم مطحونين في الشغل، وانا بقى اللي هو اخش انزل اسابق وبتاع. اعتقد هي فعلا رياضه التراياثلون، طبعا كلمه ايرون مان نفسها ككلمه بتبقى مخيفه، يعني اللي فيها كده حته انتميديشن. والتراياثلون برضو ما اعتقدش من الحاجات السهله لما حد بيسمعها، بالذات لو هو مش عارف عن الرياضه. ديفينتلي ان هي احسن من قبل كده، ان دلوقتي يعني انا على الاقل لما ابص على الدايره بتاعتي انا اعرف كذا حد ممكن يكون ناس بتشارك في حاجه زي كده، فخلاص ده انا هسال الشخص ده فهيطمني او هيشرح لي اللعبه عامله ازاي. صح، ده حقيقي. الناس كانت فاكره تراثون از ان اكستريم سبورت لما ابتدينا في الاول، فاكرينها بجد حاجه يعني اكستريم، بس اتس نوت ان اكستريم سبورت خالص. يعني قصدي انت عندك ناس completely beginners بيلعبوها and you can يعني do it at your own pace. يعني you don't need necessarily to swim the entire distance sprint. انت ممكن تقوم breast لو عايز، والعجل obviously برضو على سرعتك، والاخر حاجه في السباق الجري ممكن تمشي برضو شويه فاهم، وممكن تبقى انت التارجت بتاعك لا انا عايز اقفل واعمل ارقام قياسيه. ف you can make whatever you want out of it، يعني to do it as a sprint، ولا بتعملها for fun شويه وتحافظ على صحتك بتلعبها رياضه فاهم كاجوال. يعني زي ما انت بتقول في البدايه فعلا احنا بيستراجل ان احنا نقنع الناس ان دي حاجه اي حد يقدر يعملها، بس السوشيال ميديا ساعدتنا جدا ان احنا نكبر السيركل دي. كل واحد بيلعب تراثون برضه بيشير البوست بتاعه وبيحكي الاكسبيرينس بيها مش عارف مين، فهي البارتيسيبنتس نفسهم باي تايم ساعدونا ان احنا نكبر الدايره اوف البارتيسيبنتس يعني. طب انتوا بتعملوا ايه عشان تانتراكتوا مع الكوميونتي بتاعكم؟ انا اعتقد ان انتوا عندكم ادفوكيتس وناس يعني داي هارد فانز، يعني ناس يعني بيموتوا definitely في الحمد اللعبه لله. وفي البيزنس. احنا we're very close، بقول لك احنا as participants ourselves والتيم كله participants، احنا we're a very close community من البدايه. والتراثون community in general والانديورنس community يعني is a very inviting community، عكس communities تانية كتير ممكن تلاقيهم لا احنا قافلين على نفسنا ومش عايزين outsiders وبتاع. دايما هتلاقي الانديورنس ريسز الناس كلها بتشجع بعض قوي، وكله بيساعد بعض. عجلتك باظت تلاقي حد عايز يساعدك، حاجه مش عارف ايه، بيسلف بعض حاجات. لا it's a very friendly atmosphere worldwide، ودي حاجه من الحاجات اللي شجعتني على اللعبه دي اصلا. لما شاركت بره مصر ولقيت الناس كلها ازاي so friendly مع بعض، والناس كلها بتشجع بعض، روح رياضيه عاليه قوي عكس الرياضات تانية. عشان انت في الاخر دي اندر دي سباق فيه مثلا 1000 واحد، يمكن 10 جايين يتنافسوا على المركز الاول، وال 990 واحد التانيين دول جايين فور فن. فمش فارق له قوي طلع مركز فاهم 20 من المركز ال 500 يعني. فبرضه دي حاجه الناس اللي بره مش فاهماها، انت ليه داخل تلعب انت داخل تنافس؟ يعني مش داخل انافس، انا داخل انبسط وسابق واحسن ارقامي انا بيرسونلي يعني فاهم. فالكوميونتي قريب واحنا قريبين منه جدا، وكل الناس عايزه تساعد بعض. احنا دايما كمان we meet on a regular basis، احنا بننظم زي ما بقول لك monthly event، فكل شهر بنتقابل، ودايما بنحب نسمع فيدباك بتاع الناس و take it in consideration قوي، ان احنا نشوف ايه اللي عاجبهم وايه اللي مش عاجبهم عشان نطبق الحاجات دي في السباقات اللي بعدها. و I think this is appreciated by them قوي يعني. برضه انتوا السباقات بتاعكم بتبقى القاهره مصر كلها صح؟ بنعمل سباقات في كل حته، او بنعمل في القاهره، بنعمل في سوما باي، بنعمل في الجونه، بنعمل قبل كده عملنا في اسوان، عملنا في اسكندريه قبل كده ايفنتس، في الساحل الشمالي لسه ريسنتلي في مراسي. فبننظم في كل حته في مصر يعني.
بص انا ما عنديش اسئله تانية على تراي فاكتوري ولا على التراياتلون، بس عايز اعرف في اي حاجه انت عايز تزودها. انا في شويه حاجات عايز اسالك عليها بس مالهاش علاقه بالتوبيك بتاع لا الحلقه. لا، اسألني عادي على اللي انت عايزه، حاجات بيوند التراثن والتراي فاكتوري فور شور يعني. طيب اول ساعه في يومك، انت اعتقد انت بتصحى بدري ها؟ انا بصحى بدري غصب عني عشان انا عندي 3 ولاد. فعندي كان ناتشرال الارم كده الساعه 6 الصبح عشان انزل بقى بنتي الاتوبيس وبعدين اوصل ابني الحضانه ومش عارف ايه، فانا يومي بيبتدي بدري قوي اجباري يعني مش بمزاجي. طب انت اول ساعه في يومك بتبقى عامله ازاي؟ اول ساعه في يومي بتبقى مرتبطه فعلا بالعيال اكتر من اكتر حاجه بولادي يعني، و getting them prepared for school. I like to be involved قوي مع في حياه ولادي يعني ودراستهم ورياضتهم وكده يعني. ف بدايه يومي زي ما اقول لك مرتبطه كلها بولادي يعني، والحته دي بركز معاهم giving them quality time واقعد معاهم الصبح نفطر كده على روقان ونجهز للمدرسه وحاجات زي كده. ده it's a big part of my day with helps me يعني ان انا ايه اخش في مود لذيذ كده قبل ما ابتدي اخش في الشغل يعني. بحب اروح المكتب ساعات بدري شويه، وان انا بقى جات opportunity ان انا ابقى ايه عندي كده ال place to myself فاهم. فدي بتبقى حاجه لذيذه قوي قبل ما اخش بقى التيم كله يجي ونبتدي نخش بقى في ميتينجز وحاجات، واليوم يعني فاهم يبتدي فيه مشاوير وكده يعني. طيب ايه الحاجه اللي انت لما اتعلمتها غيرتك؟ ايه الحاجه اللي كان فيها البيفور اند افتر بتاعك؟ لا هي specifically يعني انا مش عايز اكرر نقطتي، بس حته الاصابه هي كانت فعلا يعني changing point بالنسبه لي تماما. فتحت لي perspective ان في حياه بره كوره فاهم. يعني انا بيج فوتبول فان وانا obsessed مانشستر يونايتد ها؟ ارسنال. ارسنال. فور ايفر. فانا obsessed بكوره وبحب الكوره والرياضه بالنسبه لي هي يعني نوعا ما. طبعا انا براكتس ووتر بول از بروفيشنال، بس يعني طول حياتي بحب الكوره قوي، بلعب دورات، بتفرج، بسافر اتفرج على ماتشات. فيعني قصدي الاصابه ويعني فتحت قدامي perspective كده ان في رياضات تانية على فكره فاهم. وانا could have never يعني expected could have never seen myself being an endurance athlete خالص. I'm all about يعني team sports وجوان وبوينتس وسكور وcompetitiveness وكده. فيعني قصدي لقيت نفسي اتحطيت في موقف ان لا لازم I need to manage my body و need to see what I can do بالlimitations اللي عندي دي فاهم. فاكتشفت ان هي it was a blessing طبعا نوعا ما ان انا اكتشفت الانديورنس سبورتس، وان انا قدرت احول الباشن بتاعي في الانديورنس سبورتس تو بزنس يعني ميك ا كارير اوت اوف ات يعني. دي حاجه برضو انا كنت نفسي جدا اعملها طول عمري وانا في being يعني امبلوي ات تراي فاكتوري. كنت دايما حاسس سوري بي بي كنت حاسس ان انا عايز اعمل برايفت بزنس، وقعدت اعمل ريسيرش في حاجات كتيره، وفكرت مثلا قبل كده في اف ان بي، فكرت مش عارف في حاجات مختلفه سيرفيسز مش عارف ايه. بس انا من جوايا طبعا بحب الرياضه قوي. فايفنشلي يعني لحظة التحول دي وصلتني ان انا احقق الحلم بتاع ان انا اسس برايفت بيزنس، وان انا كمان اشتغل في المجال اللي انا بحبه يعني. انت ما جربتش في اي حاجه قبل كده صح؟ ما كانش في اي بيزنس فينشر غير لا غير اللي انت اتحركت فيهم في لا الرياضه؟ ما جربتش حاجات قبل كده تانية. وبرضو ده بقولك ابتدى نوعا ما بطريقة سبونتينيوس كده، ما كانش مبتدي من البداية بدايركت يعني نية ان هو يبقى بيزنس، كان مبتدي more of a hobby. ده كان أيمن حقي المدير التنفيذي والشريكي المؤسس لتراي فاكتوري. لو عايز تعرف أكتر عن تراي فاكتوري والسباقات اللي هم بيعملوها على مدار السنة، هسيب اللينكس كلها موجودة في الديسكريبشن. من أكتر الحاجات اللي عجبتني في المقابلة بتاعتي مع أيمن ورياضة التراياثلون إن دي واحدة من الرياضات القليلة اللي يوم الكومبيتيشن يوم السباق أنت مش بتنافس الناس اللي حواليك، أنت رايح عشان تنافس نفسك. وحتى لو أنت ما عندكش خلفية في الرياضة، في خلال 12 أسبوع تقدر تكون جاهز لأول سباق. طبعا عندي بونس كويستشن كمان. إيه الافريج ايج للكومبيتيتور في تراياثلون؟ متوسط العمر I think mid 30s. التراياثلون بجد لو حطيت فيه وقت you're going to improve. anyone can do it at any age. متوسط العمر برضو حاجة تشجع الناس جدا، هو relatively أعلى بكتير قوي من رياضات تانية.